فيروس خطير يضرب الجزائر، 200 إصابة مؤكدة بفيروس HMPV في تطور مفاجئ. أعلنت السلطات الصحية في الجزائر تسجيل 200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس المتنفس المخلوي البشري HMPV. يعرف هذا الفيروس بقدرته على التسبب في التهابات تنفسية حادة، خاصة بين الأطفال وكبار السن. مع ارتفاع الحالات تزايدت المخاوف من احتمالية انتشاره بشكل أوسع، مما دفع الجهات الصحية إلى رفع مستوى التأهب. فيروس HMB ينتشر عادة خلال فصل الشتاء عبر الرذاذ التنفسي أو الاتصال المباشر مع المصابين، ويؤدي إلى أعراض تتراوح بين السعال والحمى وضيق التنفس. في بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة أو القصيبات الهوائية. السلطات الصحية تحذر من تهاون المواطنين في اتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث تلعب النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من انتشار الفيروس. وفي ظل هذا الوضع المقلق، تسعى الحكومة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، مثل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات. يا رب ان شاء الله ربي معهم اخوتنا الكل في الجزائر، وربي يحفظ الناس كل. شباب كان اول مره تشوفني اضغط على علامه الزائده كموجوده من هنا، ولا كان تيك توك بتاعك بالعربي من هنا. والسلام عليكم، ربي يحفظهم ان شاء الله اخوتنا، وربي يحفظ المسلمين كل. السلام عليكم.